كيف تكسب 10 دولار يوميا من مشاهدة الفيديوهات وانت جالس في البيت؟ يعني فلوس زي الرز. هذه واحدة من أشهر طرق النصب المنتشرة حاليا، وراح ضحيتها عشرات الأشخاص، ممكن يكونوا حتى من أقاربك. خلينا نتفق في البداية إنه ما فيش حاجة في العالم اسمها شاهد فيديوهات أو نفذ مهام عشان تكسب 10 أو 20 دولار. وأي شركة تروج لمثل هذه الأفكار اعرف انهم نصابين ولو دفعوا لك مقدما. بتقول لي كيف نصابين وانا قربت واستلمت منهم بدون ما ادفع اي فلس؟ انت يا احمد شكلك من اعداء النجاح وما تحب الخير لحد. هذه الشركات تشجعك في البدايه انك تشترك معهم مجانا وتكلفك بمهام تافهه مثل مشاهده فيديوهات، تنزيل تطبيقات، او حتى مشاركه منشورات. وبعد تنفيذ المهام بيرسلوا لك مبلغ من باب اثبات مصداقيتهم، ويقولوا لك اذا حابب انك تكمل استثمارك معنا لازم ترقي اشتراكك، ويا ريت لو قدرت تدخل اصحابك او اقاربك، وقتها بتضاعف ارباحك. ساعتها انت ما بتشوفش الا الدولارات قدام عينك وبتجلس تحسب لو دخلت عبده ابن عمي وصدام صاحبي كان بتكون ارباحي، وبتقرر تبيع ذهب المرة لانك اخيرا لقيت طريق الثراء السريع وبتظبط الفقر للابد. لكن فجأة المنصة تختفي وتختفي فلوسك وتتبخر احلامك. فكر يا عزيزي قبل ما تخسر فلوسك، وساهم معي بنشر مقطع الفيديو هذا لتعم الفائدة. تحياتي لكم.